لا تأمنن جانبه إذا سقط، أجهز عليه أو سيعود إليك من حيث لا تعلم. ملخص موسم ريال مدريد والحقيقة التي رفض تصديقها من صعد السلم الخشبي قبل أن يعيد إسقاطهم، ليعود اليوم من بطولة دوري الأبطال التي يعرفها كما يعرف شوارع مدينته هذه، محملا بالكأس 14 وبإرث سيقتضي إسقاطه استخدام أسلحة ثقيلة وقد لا يسعف الوقت لإسقاطه. أبطال 14 وبعد غزوهم القارة العجوز عادوا أدراجهم للمرة الخامسة في آخر 8 سنوات. مر أمامهم شريط رحلتهم، فلم تختلف تعابير وجوههم عمن كان يتابعهم آنذاك، ملهمين أجيالا قد تعود لغزو أوروبا يوما ما. حاضنة الملك أو أم المدن بلغة كرة القدم استقبلت ضيفتها أو ابنتها للتوقيع على كتاب التاريخ وإبقائه مفتوحا، فهي في حضرة فريق لا ينفك يطل عليهم من شرفة قصر يقف على تاريخ مرصع بالنجوم. في بداية طريقه لهذا التتويج خسر الريال من فريق يدعى شيريف تيراسبول، هكذا حفظ الجميع اسمه. مباراة وضعت الفريق المولدوفي في لائحة الشرف وأسقطت ريال مدريد من لائحة المرشحين. مباراة كانت الصفعة التي أحيت الوحش، عاد إلى نقطة البداية وأعاد الانطلاقة. You can be Step out of the shadows. Say your name. وفي طريقه أقصى بطلين ومرشحين من باريس مجرة النجوم ومتلقي الصدمة الأولى إلى تشيلسي حامل اللقب وآمال عاصمة الضباب في حلقة جديدة من مسلسل الإثارة والتشويق. أما مانشستر سيتي فلم يكن كالثعلب الذي تعلم الحكمة من صفعة الأسد على وجه الذئب، فسقط بنفس السيناريو وصولا إلى ليفربول الذي بحث عن ثأر لم يجده، ليكرر الملكي عاداته بمن حضر بلاعب حمل الفريق على عاتقه عندما رحل كباره، عاد من اللامكان وجعل 4-5، ولاعب إذا وقف على الخط هز أركان ملاعب أوروبا، قض مضاجعها واستأصل خضراءها، وآخر قفز من سفينته قبل غرقها، التحق بركب الأبطال فاستعاذ بمعاذ ولاذ بملاذ، ومن رسم الابتسامة على الوجوه في أحلك الظروف، ومدرب كان في كل جولة الداء ل90 دقيقة والدواء لما أعقبها، ومشجع حمل صفة البطل بوجود عرابها صانع أمجادها. ملكة مدريد طال انتظارها 4 سنوات حتى تتكلل باللقب الجديد. في عرف الريال هي فترة طويلة، وفي عرف غيره هي فترة بناء. فريقها حول الصعب إلى سهل، جعل من التأخر في النتيجة ثم تعويضها مهمة أسهل من التقدم والمحافظة عليه. فريق جعل من الوقت بدل الضائع مباراة بحد ذاتها، صنع حظه بيديه، فالحظ يرافق الشجعان، وبالنسبة لجماهيره هو الثابت والبقية متغيرون، هو الأبيض الذي لا يخذله في الليالي السود. هذا وأعلن القائد البرازيلي مارسيلو نهاية مسيرته داخل أسوار النادي الملكي. يأتي ذلك بعد 15 موسما أمضاها مع ريال مدريد. Cierro
أنا الآن أغلق صفحة من مسيرتي هنا في النادي الأفضل في العالم. هذا ليس يوما للحزن، بل هو يوم للفرحة، لأننا فزنا مرة أخرى بأفضل بطولة في العالم. Muchas gracias.